يعني الدروس المستفاده من الذي رايته بعيني. اتفضل يا يعني فندم. اللي انا احكيه لك دوت انا شفته بعيني، بس عاوز اشوف الدروس المستفاده منه. اتفضل يا استاذ ابراهيم. انا ليا عم يعني يبلغ من العمر ده، بلغ 90 عام دلوقتي، 85 87 سنه عمي. دامت عليه الصحه عمي ده والعافيه. كان متزوج بزوجه بعدها بعيد عن اهله، ده اللي انا وعيته وشفته بعناية يعني، وهتحاسب عليه امام الله. مهم. بعدها بعيد عن اخواته وعمامه والكلام ده من الصغر قوي على الكلام ده يعني. ايوه. فزوجته توفت، فبعد ما توفت تزوج بزوجة يعني فقيرة كده ومعاها عيل او طفل، اللي كانت جايباه طفل من اللي هم المعاقين ذهنيا. ايوه. عايرها بالولد دون، وبدأ ما ياكلش معاه، او يقول لها اكليه من جيبك او اكليه من المرتب اللي انت انا شفت الكلام ده، انا شفت هو بيهينه وبيهين والدته اللي هي زوجة تانية بعد زوجته الاولانية ما ماتت. ايوه. والله يا مولانا انا يعني مش مستغرب يعني الامور، الاحوال الدنيا اللي احنا بنشوفها ديت يعني. اتفضل. فالمهم الولد دون فوجئت من فترة من الفترات كنا بنروح نلاقي عمي بيعاير زوجته بالولد دون، قعدي لوحده، اكلي لوحده، اصرف عليه من جيبك انتي، ما تخلوش ياخد من مرتبه. كان بيقبض معاش بسم الله ما شاء الله، معاش يعني ياكلها وياكل ابنها دون ويصرف عليها. تمام. فوجئت من فترة من حوالي شهرين ثلاثة، رحت اشوف عمي، الولد اللي هو معاق ذهنيا قسما بآيات الله يا مولانا لقيته ماسك عمي ده نايم في الفراش بتاع المرض، يمكن بقاله فترة بيموت. لقيت الولد اللي كان هو بيعايرها بيه هو اللي ماسك له، لا مؤاخذة هجيبها لك بالبلد خالص، اتفضل. القصرية اللي بيعمل فيها حمام مية. ايوه. دخلت اشوفه لقيت الولد رافع الهدوم، بقول له انت بتعمل ايه؟ الولد بيتكلم ابا يعني بيتكلم ده ابا. ايوه. ببص لعمي، ده اللي كان كنت بتطرده وكنت بتنفر منه، هو يعني هو اللي بيعمل لك حمام النهارده. نعم. هو اللي بيسندك مع امه. فربنا يا رب يعافينا من الابتلاءات اللي احنا فيها ديت. الدروس المستفاده يا مولانا اثر على حضرتك السؤال، وجزاك الله خير في الوش البشوش دون، ربنا يبارك وتنصح فيك. الناس وتنصح الام بعلمك الجميل، وجزاك الله كل خير. الله يبارك فيك يا استاذ ابراهيم، بارك الله فيك. والله ان في ذلك لعبرة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.